صباح الخير. صباح الخير حبايب، شلونكم؟ زينين حبايب. انتو منو بيكم يعرف على المرور؟ الله 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 الله. انت يابا يابا يابا، احكي لي حبيبي. تعال تعال يمي تعال. ايش تعرف على المرور انت؟ ها؟ إشارة المرور؟ ايش تعرف عليها؟ الأحمر. ايه؟ الوقوف. وقوف. اي زين. والاخضر؟ أخضر سر. سر. زين. زين يقولوا لكم بالمدرسة هنا انه لازم من نصعد بالسيارة نلبس حزام الامان. ليش نلبس حزام الامان؟ حتى نحافظ على نفسنا ونحافظ على اهلنا اللي ويانا بالسيارة. زين. شو يعلمونا بعد؟ انتم يعلموكم عن النظافة هنا بالمدرسة، يعلموكم عن النظافة بالشارع همينة. ناكل بأدب. نعم. وبعد من وسخ الصف. عافية حبيبي. هسه نسأل غيرك. زين. منو منكم قايل للبابا البس حزام الامان؟ عافية. كلكم تقولوا البس حزام الامان؟ يعني من الصعدون يا اقعد حبيبي، من الصعدون يا بابا تشوفوا ملابس حزام الامان شو تقولوا له؟ البس حزام الامان. زين. منو عنده بالبيت لعبه مسدس لو بندقيه؟ ايش قد؟ والله صور لي اياها رافد. كم واحد؟ اي تعال تعال يعني. انت ايش عندك؟ ايش عندك؟ بندقيه؟ شو اسمها البندقيه؟ MP5. زين. انت تقول للبابا البس حزام الامان؟ MP5 عندك؟ زين. ميكانو جايب لك بابا لو لا؟ ما جايب لك ميكانو؟ يابا جايب له بندقيه وMP5 وما جايب له ميكانو. مو؟ زين. منو يحب العراق؟ ما شاء الله الكل يحبون العراق. زين. قعدوا حبايب. احنا لازم نعرف شنو من نحب العراق. شلون نحب العراق؟ من يحب ماما وبابا؟ الكل تحب ماما وبابا. طبعا قابلك واحد ما يحب ماما وبابا. شلون نعبر انه احنا نحب ماما وبابا؟ اولا نسمع كلامهم، ثانيا نقرا زين حتى ننجح، حتى نصير اطباء لو مهندسين ويفرحون بينا هم تعبانين علينا. صح لو لا؟ عافيه. اللي يحب العراق لازم شو يسوي حبايب؟ يحب النظام، يلتزم بالنظام، يقول للبابا البس الحزام. هو هذا حب النظام، يعني حب البلد وحب العراق. زين حبايب. أنا أريد أوصل إلى مرحلة إنه هذا الجيل هالبراعم ذولا هم راح يقودون مستقبلا، يقودون البلد. أنا يجب أن أعلمهم حب النظام. نعم. حب النظام اللي نعبر به عن حبنا إلى بلدنا وحبنا العراق هو عن طريق الالتزام بالنظام وحب البلد. هل تعلموهم مثل هذه الاشياء؟ طبعا هيك يعني نعلمهم نظام داخل كل مكان. اولا داخل البيت، هو من يكون نظام داخل البيت معناها يكون نظام داخل الروضه وداخل يعني خارج الشارع او المدرسه او من يكبرون يتعلمون، يعني هم معلميهم النظام. اذا هي المسؤوليه مشتركه يعني طبعاً. من البيت طبعاً. ومن المدرسه. طبعاً. حتى احنا نربي جيل. صحيح. لان انا حقيقه اشوف الجيل انه هناك مرحله او قسم من جيلنا بالمراحل اللي مر بها بلدنا، نقص في التعليم، كان نقص في التوجيهات. شلون نثقف اطفالنا نعلمهم من الصغر؟ حقيقه لقيت نقص. ولذلك احنا بدنا نركز على هالجيل هذا الجديد، لان يجب ان يكون البناء صحيح. يعني انا هذا رايي. صحيح. واني قبل ما انهي ويا هالبراعم ذولا الحبايب اللي انا سعيد اليوم شفتهم، اني اوجه رساله صغيره جدا. انتم لاحظتوا قلنا منو عنده MP5 ومسدس؟ هسه منو عنده MP5 ومسدس؟ شوفوا ايش قد رفعوا ايديهم. شو اسمك حبيبي؟ يوسف. وسألنا يوسف عنده MP5، عنده ميكانو؟ ما عنده ميكانو. يا ابو يوسف اسمعني زين يا حبيبي والكل يسمعوني. هذه يجب ان نقضي على مسألة المسدسات والبنادق حتى لو كانت كاذبة. احنا يجب ان نلتهي شلون نعلمهم يبنون، شلون نعلمهم هذه الثقافه اللي ثقافه المحبه. يجب ان نعلمهم على النظام، على حب النظام. شلون نعبر عن حبنا الى بلدنا؟ هو من خلال التزامنا بالنظام. وهذا اعتقد انا في رايي المتواضع انه يجب ان يكون هناك دور للساده التربويين في مثل هذه المراحل. وأنا اجيت على أصغر مرحلة حتى الكل يكون عندهم إلمام بهذا الموضوع. لكن هو الواجب أنه في مرحلة الابتدائية، في مرحلة المتوسطة، حتى الطالب من يكبر يكون مؤهل أن يقود سيارة، مؤهل أن يتعلم ويقود شريحة من المجتمع،
حتى يكون هو مؤهل بصورة كاملة منذ الصغر على حب النظام والالتزام بالنظام اللي هو يعبر عن حب العراق. وأنا شاكر لكم. باي باي حبايب. شكرا لك، شكرا جزيلا.